سنة 77 الرئيس السادات فاجئ الدنيا كلها لما قال في خطاب بمجلس الشعب إنني مستعد لأن أذهب إلى أي مكان من أجل القضية حتى إلى كنيسة نفسه. الكل قال زلة لسان، وأكيد السادات ما يقصدش، لدرجة إن الجرايد ما نشرتش الجزء ده من الخطاب أصلا. لكن في إسرائيل رد الفعل كان مختلف. رئيس الوزراء مناحم بيجن قال الفار وقع في المصيدة، والسادات بكلامه ادانا فرصة نثبت للعالم إن العرب مش عايزين السلام. واتعمل اجتماع وقرروا ينصبوا الفخ ويوجهوا دعوة للسادات عشان يزور تل أبيب. وبيجن قال السادات أكيد هيرفض الدعوة، وبكده يبقى قدم لنا أكبر خدمة ووقفنا عملية السلام ورجوع الأراضي للمصريين. وفي مصر أجهزة المخابرات والمؤسسات السيادية وكمان مستشارين الرئيس ما بقوش عارفين إيه اللي جاي ولا السادات بيفكر في إيه. بس شخص واحد كان هادي جدا وصامت تماما، وهو السادات. وبيحكي المهندس عثمان أحمد عثمان في مذكراته إنه كان مع السادات بعد الخطاب بيومين، وفجأة اتصل السفير الأمريكي وطلب مقابلة الرئيس. السادات قال لهم خليه يجي دلوقتي، وفعلا السفير وصل وفي إيده دعوة من بيجن للسادات يزور إسرائيل ويقول خطاب في الكنيست. السادات قرأ الرسالة وابتسم ومعلقش. وبعد كام يوم السفير الأمريكي جه للرئيس السادات عشان يسمع رده على دعوة بيجن، وكانت المفاجأة لما قال له أنا هسافر إسرائيل يوم 19 نوفمبر. وبعدها اجتمع السادات مع نائب حسني مبارك وممدوح سالم رئيس الوزراء والمهندس سيد مرعي وعثمان أحمد عثمان، وقال لهم أنا مسافر إسرائيل يوم السبت الجاي. كل اللي كانوا قعدوا سكتوا ثواني من الصدمة، وبعدين قالوا بلاش يا رئيس، طيب نأجل الزيارة شوية. لكن الرئيس السادات ضحك وولع البايب وقال لهم الغبي بلع الطعم. بيجن ارتكب غلطة عمره لما دعاني أزور إسرائيل. أنا رميت الجملة في مجلس الشعب وعارف إنه هيستغلها، وكان قدامه خيارين: إما ما يدعنيش وبكده هيتفضحوا قدام العالم وكل الناس هتعرف مين اللي ضد السلام، أو يقع في المصيدة ويدعيني وبعد كده ما يقدرش يرجع في كلامه. والخطة مشيت زي ما العبقري حطها بالظبط، واتحركت الطيارة من الإسماعيلية لتل أبيب. وطول الرحلة اللي على الطيارة كانوا متوترين إلا السادات، كان هادي جدا وطبيعي على الآخر. ولما وصل زعماء إسرائيل كانوا في استقباله، بس واحد فيهم بس السادات وقف واتكلم معاه، وهو شارون. السادات قال له لو رجعت مصر تاني هحبسك ومش هرجعك تاني. وشارون ضحك ورد السلام أحسن. وكان يقصد قصة الثغرة اللي شارون كان القائد بتاعها قبل ما القوات المسلحة تصفيها. ونجحت زيارة الرئيس السادات في تحقيق السلام، ورجعت الأرض لينا. والسادات قال للمعترضين كل اللي دفعته مبنى وعليه علم واسم السفارة زيها زي 120 سفارة في مصر، لا هتقدم ولا هتأخر. رحم الله البطل أنور السادات. احنا فعلنا ميزة العضوية في القناة. الميزة دي بتخلي اي حد منكم يقدر ينضم كعضو ويدعم القناة، وكمان يستفيد من شوية مميزات حصرية. من ضمن الحاجات دي اشارات مميزة جنب اسمك في التعليقات، ايموجيز خاصة للأعضاء بس، محتوى حصري مش هيكون متاح لغير المشتركين، وكمان الأولوية في الرد على التعليقات والأسئلة. يعني غير انك هتدعم القناة وتساعدنا نكمل، كمان هتستمتع بحاجات خاصة بيك انت كعضو.